جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاقتدار فنسترزق غالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سد وجوهنا عن سجود الله لك فسدنا للحاجات الله إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من وحبيب علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرز المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وأصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل
ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك
لرب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهان والمبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم
صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لك من سرور قد توالى بحبيب عمل لنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد تركى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا صلى الله ومن فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال إن انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه رسول الله لا يرضيك هذا الهال ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار
من نور فيه كرام فيه كرام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تخضع ذي الحور يوم الزحام يوم الزحام إن رمت أن تخضع ذي الحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلاك طه من نور فيه كرام فيه كرام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه يلا بسم الله. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبغيله لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية آية الإقبال صلى الله صلاة يتصل بها روح المصلي عليهم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه
أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. والقمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. حير الأفكار ذوره وبهر فعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رؤيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله الله
يا مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله نسمات هواك لا أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لا أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها وردوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها وردوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وألا درج العليا درجوا نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج يا بدر بذل لم نبرى عن باب الهيب فهل نلج يا بدر بذل لم نبرى عن باب الهيب فهل نلج فمتى بوصلك يا عملي فمتى بوصلك يا عملي الهان الهوب الهان الهوب الهان الهوب لها 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 هزج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج شربوا بكؤوس تفاكرهم من سيرة هواك وما مزجوا شربوا بكؤوس تفاكرهم من سيرة هواك من سيرة أرضاك من سيرة رضاك شربوا بكؤوس تفاكرهم من سيرة هواك وما مزجوا فهموا المعنى فهموا معنا فهموا المعنى فهموا معنا فهموا المعنى فهموا معنا وبذكر الله وبذكر الله وبذكر لهم لهجوا نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج
أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا كنت أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا والخير عما الأنام بالنور ذوي سلام والخير عما الأنام بالنور ذوي سلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا يا منير إذا مدحت المصطفى وسدوت بالثناء وبالوفاء يا منير إذا مدحت المصطفى وسدوت بالثناء وبالوفاء لو ذقت سوق قلبي المتيم بحبه لئن تضربا بأسواق المحبين وصلى الله على نبينا كنت أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا كنت أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا والخير عما الأنام بالنور ذوي سلام والخير عما الأنام بالنور ذوي سلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة فما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم
ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقدرتك شفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. صلى الله عليه. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. حاضرkan Rasulullah, pekerong dari Rasulullah. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله بقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام يا رسول الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد
عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا يا مرحبا يا نور يا عيني العين. مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. أمين. مرحبا مرحبا يا نور العين. مرحبا مرحبا جد الحسين. واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد. مرحبا 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 يا نور العين. مرحبا 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 جد الحسين. مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد. مرحبا مرحبا يا نور العين. مرحبا 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 جد الحسين. مرحبا مرحبا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله. صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه. وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد. مرحبا صلى الله عليه وسلم. مرحبا صلى الله على محمد. مرحبا صلى الله عليه وسلم. مرحبا
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسلك بتعطرت طرق المنازل وبعرف ذكري تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن لي أن أمسك إنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk selalu berzikir, bermunajat dan bersolawat. Mudah-mudahan majelis yang kita hadiri pada sore hari ini dijadikan majelis yang istiqamah ila yaumil qiyamah dan akan menjadikan majelis yang akan semakin menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah mahabbah cinta kita, sambungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, inna hadhil guluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabathul ma. Sesungguhnya hati akan menjadi hati yang berkarat, nayen. Hati daripada manusia akan menjadi berkarat, hati daripada manusia akan menjadi karatan, tayengan. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana besi-besi yang
apabila terkena daripada air akan menjadi karat, akan berkarat. Sehebat dan sekeras apapun besi tidak akan bernilai dan tidak akan bermanfaat karena besi tadi itu sudah berkarat. Hati manusia yang semestinya akan membawa dia tadi itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala justru semakin berani. Hati daripada manusia semestinya hati tadi itu akan membawa manusia akan semakin dekat, semakin jauh. Anapa? Karaten, tayengan. Sebagaimana besi berkarat, maka hati daripada manusia juga berkarat. Maka sahabat tanya dekat Rasulullah, wa ma jalauha ya Rasulullah, obatnya apa ya Rasulullah untuk menghilangkan karat tersebut, untuk menjadikan hati daripada manusia sehingga menjadi hati yang bersih, hati yang dapat atau yang gampang menerima nasihat daripada para ulama. Kan ate kulit sampai ini selama ini kebanyak alat tes ini kan. Ceritain neraka ya tak tako, ceritain swarga ya tak tero, ceritain apa baik sing ke ate ini ke tak tembus. Benih nasihat tas tak mampu, ate nah nayen. Beseh mau nekening ojon terus menerus sabak neng beban pancoran terus menerus kegerin aeng nayen. Maka cek sampai ate kauluan manjenengan dadi ate senayen. Wa ma jalauha ya Rasulullah, untuk menghilangkan penyakit hati yang berkarat itu apa ya Rasulullah? Maka ada dua obat. Yang pertama, engki beneka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kathratu dzikril maut, memperbanyak mengingat tentang kematian. Mun sampean tro mati tepak majelis selawat, cek bambu majelis selawat. Cek kasang hadir majelis selawat. Hah? Mun sampean terus tepak salat duha, tepak salat tahajud, tepak qiyamul lail, tepak zikir dekat Allah Subhanahu wa taala, mudawamah terus menerus. Karena manusia ni keset congok dari kebiasaan nah. Yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Manusia akan mati tergantung bagaimana dia selama hidupnya, dan manusia akan dibangkitkan kelak di hari kiamat, dibangkitkan dari kubur tergantung bagaimana dia mati. Wal'iyadzubillah, mati overdosis, mati zina, mati judi, mati atokar, wal'iyadzubillah, su'ul khatimah. Berarti pertama obat daripada kurang obat ate kulit sampean. Saking bodoh nek kulit sampean nek sampai maksiat ke Gusti Allah ni bangga. Maksiat ke Gusti Allah ni kebangga, tak ada rasa nyesal sama sekali. Saking bodoh nek kulit sampean tak kenal ke sifat Allah Subhanahu wa taala. Inal Quran, kamal Quran, man abada Ramadan fa Ramadhanu qad fat. Barang siapa yang beribadah bulan Ramadan, maka Ramadan berlalu. Wa man ya'budullaha fa huwa hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa huwa hayyun la yamut, ia selalu hidup kekal abadi selama-lamanya. Baca Al-Quran, jadwal Al-Quran untuk pengingat supaya teti napanya mana obat kang kui ate kul manjenengan se kasar, se keras, se tak ndek belein, se angko, se sombong, hasud, takabur dan lain sebagainya. Obat dua, pebenya engak kamate. Nomor dua maca Al-Quran. Terakhir dikatakan oleh ulama, bi'sal gom la ya'rifuna rabbahum wa la ya'budunahu illa fi Ramadan. Sejelek-jelek daripada manusia golongan adalah mereka yang tidak kenal kepada Tuhannya kecuali di bulan Ramadan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali di bulan Ramadan. Coba noreng dia. Hanya beribadah di bulan Ramadan, hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, hanya berjamaah di bulan Ramadan. Bi'sal gom, coba noreng dia. Ayo, pujar majelis Al-Quran baca. Mungkin selemper, mungkin 2 lemper semampu. Ala qadril imkan.
ki mun kulit sampean hajat ke Al-Qur'an banyak ibu banyak, mun tak pati butuh aja banyak, tergantung butuh sampean ke Al-Qur'an. Nah, mun kulit sampean kira-kira pun tak pati kenceng senerima syafaat Al-Qur'an, ya wis, apa boleh lah tak anda, ya wis, cek berharap syafaat Al-Qur'an. Mun kulit sampean neka terus saksin Al-Qur'an, terus syafaatna Al-Qur'an, terus olias keselamatan kelaban Al-Qur'an, bisa ngelebetin jembatan kelaban Al-Qur'an, bisa beruk tembongan kelaban Al-Qur'an, bisa selamat dari neraka jahanam kelaban Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Sebelum pebutuh neka Al-Qur'an, ya jirialah bacaan kulit sampean. Mun tak pati butuh, tak pati banyak. Kulit sampean butuh ke BC karena butuh banyak ke BC, kenceng alak kau, semangat. Karena kulit sampean tak butuh kegenceran, tak butuh dah amal, sing tak pati kenceng. Mantar muka nasihat ni kebek tak manfaat. Mantar muka majlis ni ke insyaallah bek tak manfaat barakah. Barakana solawat, insyaallah setaja hajat kul manjenengan, insyaallah setaja hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyati uguda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi وسلم يجعل سعي في مشكورا وفعلي فيه محمودا ويتوب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك سرشادك لأهل ودادك ببشيم فضلوا ببشيم سيد الكونين وأشرف ثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه مقامه العظيم الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف المستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم دادك في عبادك وساكك سرشادك لأهل سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل
والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركاته وشريف وجاده أولادنا والدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير، واختم لنا منك بخير، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد تدرار في مجلس دار المحبين في المحبين في هذا المصلى، وإلى حضرة النبي. فاتحة.